لوائح بتتلون وقرارات بتتعدل، وتشوفوا طريق بيتفرش بالاحمر عشان النادي الاهلي يحصل على الدوري. يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته. في موسم الاهلي فيه بعيد عن البطولات تماما، خروج من دوري ابطال افريقيا والكاس، انسحاب. بعيدا عن اي انتماءات، النهارده هنتكلم بالعقل والمنطق. الحدوته يا صديقي مش حدوته اداء في الملعب ولا شغل فني مميز. المشهد اللي شايفينه قدامنا في حد خلف الكواليس ماسك الموضوع زي العرايس المايونات، او ترزي بيقيف الموضوع او بيقيف حته القماشه اللي معاه لمصلحه نادي معين. الأغرب واللي يدهشك إن الجهات القضائية اللي اتعرض عليها موضوع الانسحاب اللي حصل من النادي الأهلي في ماتش القمة مع الزمالك، كل جهة فيهم بتقول مش أنا، أحكام متضاربة، وكل جهة بترمي الطوبة على إزاز الجهة التانية، وكأنك بتتفرج على فصل من مسرحية هزلية اسمها التوهان والتعتيم، ووقت يطول وشرح يطول. بيلعبوا على قصة إن الناس ممكن تنسى، وده بصراحة ما يسيبش في العقل والقلب غير شعور واحد بس، إن المنظومة ككل عليها علامات استفهام. وخليني أكون واضح معاك النهاردة، أنا مش بتكلم من منطلق انتماءات، أنا بتكلم من منطلق تطبيق قانون ولوائح. في جماهير من الأهلي عاقلين ومش عاجبهم الموقف اللي حصل ده، وفي نفس الوقت يا صديقي أنا مقدر شعور جماهير النادي الأهلي اللي دايما بيحب يشوف فريقه بيكسب. مين ما بيحبش يشوف فريقه بيكسب؟ بس هي الفكرة هنا اهو، والسؤال الأهم والأخطر، هو الفوز ده جاي من أنهي باب؟